تشهد أسواق كركلكة معبدة في روجافاي كردستان حركة مقبولة على التسوق في رمضان رغم انخفاض سعر الدولار، والذي ترافق بانخفاض طفيف على أسعار المواد الغذائية والتي توافرت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. ويعود السبب إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين يحاولون إدخار أموالهم لشراء المواد الضرورية فقط. وفي استطلاع ميداني لبريست 23 لحركة الأسواق في كركلكة، التقت مع بعض المواطنين وأصحاب المحلات التجارية. بالنسبة للسوق والمواد التموينية والشغلات الموجودة بالسوق، يعني بالبداية كان تقدر تقول غلا، يعني غلا شيء مو طبيعي، يعني صار الحصار وما ظل أي منفذ لروجافا وما ظل أي شيء يدخل علينا. ولكن بعد شوي لبين ما فتحوا الحدود وصار يجي المواد ويجي الأغراض، يعني تقدر تقول الأسعار يعني صارت شبه مقبولة. يعني في فرق كثير، يعني كان وصل كيلو السكر عندنا هون شيء 1500 ليرة على كيلو السكر 400 ليرة، يعني في عالم تقدر تدبر حالها بيمشي الوضع. والمواد التموينية متوفرة بشكل كامل، يعني ما في نقص بأي مادة، يعني المواد يعني كلها موجودة، أسعار مقبولة، يعني ما أتوقع يعني في حدا بينقص أي شيء. السنة هاي بالنسبة لرمضان الأسعار كتير كويسة، ماشي حالها، بضاعة متوفرة، عم يجينا بضاعة مرات ينقطع بس عم يجينا يعني أول بأول وكتير كويسة وأسعار مناسبة وكهرباء في بالسنة هاي ووضع ممتاز تمام. أكد الجميع على توفر المواد الغذائية وبأسعار مقبولة، خصوصا بعد فتح المعابر الحدودية أمام حركة التجارة. والجدير بالذكر أن الأشهر الماضية شهدت حالة ركود اقتصادي في السوق نتيجة الارتفاع الفاحش للمواد الغذائية بسبب الارتفاع الجنوني للدولار، وكذلك إغلاق المعابر الحدودية. خاص لبريست 23 كركلكة.